قتل بدم بارد على الهواء في كليفلاند الأمريكية. لم يجد ستيفن غضاضة في اقتراف تلك الجريمة. اختار ستيفن ضحيته واختار منصته للبث المباشر الفيسبوك لايف. يصعب حتى الآن على الأقل التأكد من مزاعم ستيفن بأنه قتل 13 شخصا آخرين، لكن حالة بعينها تأكدت وباعتراف الشرطة المحلية في كليفلاند بولاية أوهايو. ما انتهى إليه ستيفن لم يكن وربما لن يكون الحادث الأخير لجرائم ترتكب مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. سبقه إلى ذلك في يناير الماضي 4 شبان سود كالوا اتهامات وصفت بالعنصرية لشاب أبيض مقعد دون اكتراث لوضعه، وأشبعوه ضربا وتهديدا بالسلاح الأبيض، ثم نشروا فعلتهم على خدمة فيسبوك لايف فيما اعتبر يومها جريمة كراهية. لكن عمليات القتل على الهواء ليست هوسا أمريكيا خالصا. ففي يناير من العام الماضي أقدم مهاجم من أصول عربية على قتل شرطيين فرنسيين قرب باريس أمام ابنهما البالغ 3 سنوات، وتفاخر هو الآخر في بث مباشر لما اعتبره عملا بطوليا. ورغم أنها حوادث توصف أحيانا بالمنفردة، فإنها تطرح أسئلة كثيرة بشأن مدى هوس البعض بتدوين حياته مباشرة، حتى وإن كان ذلك لبث عمليات قتل ورعب على الهواء.